السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. من فترة نزلنا فيديو على القناة أو الناس كلها نزلت فيديو عن ال5% اللي بتقترح من مجلس النواب أو من نائبة تحديدا لإضافتها لطلاب الثانوية العامة. ده واستشهدت بده لأن ده جو أزمة، وإحنا في أزمة كورونا، وده أثر على مستوى الطلاب التعليمي ومستوى تحصيلهم. كمان بالإضافة إلى أن كل الوسائل التعليمية تم إغلاقها من المدارس والسناتر والمراكز وكل الدروس وكل حاجة، ما كانش في أي بديل للطالب انه يذاكر غير الحاجات الالكترونيه وكده، وكان مشتت كمان لانه ما كانش بيعرف يراجع وما كانش بيعرف يحل امتحانات وحد يصحح له والكلام ده كله. كان مجرد انه بيبص على المحتوى الالكتروني او القناه التعليميه دي وبياخد المحتوى اللي فيها من غير ما يراجع وراه او حد يراجع وراه او حد يوجهه. فدي كانت المشكله، واستشهدت بكده كمان وقالت ان دي مش اول مره لو حصلت، او لما تطبيق ال5% دي او تم اعطائها للطلاب مش هتكون اول مره، لان كل سنه في سيناء او في محافظه سيناء بيتم اعطاء الطلاب 2% فوق مجموعهم بسبب الظروف اللي بيمروا بيها هناك وبسبب الاحوال بتاعه سيناء اللي احنا عارفينها. وكمان حصل قبل كده في فترات الحروب بتاعه مصر ايام 73 والحروب كلها بتاعه 76 والكلام ده كله، 67 والكلام ده كله. فالفترات بتاعه الحروب دي كلها كان بيعطى او بيتم اعطاء طلاب الصف الثالث ثانوي درجات فوق درجاتهم كانت تقريبا 3% او ما الى ذلك. فبالتالي يبقى من العدل ان احنا ندي طلاب السنه دي كمان 5% او على الاقل 4% او 3% فوق مجموعهم عشان يكمل او يديهم حافز انهم يذاكروا ويجتهدوا اكتر، وكمان ما يبقاش خسفنا بحقهم الارض، او بمعنى اصح ما جيناش عليهم قوي، مش هتبقى من كورونا ومن وزاره التربيه والتعليم او من التعليم. طيب في حال بقى تم اعطاء ال5% دول للطلاب، او لو الطلاب تحصلوا بالفعل على ال5% دي، هل التنسيقات هتعلى؟ طب اصلا لو ما خدوش ال5%، ايه توقعات التنسيقات للسنه دي؟ او السنه دي هيكون التنسيقات عاليه ولا قليله؟ بص، ال5% دي لو تم اعطائها للطلاب او لو تم منح الطلاب 5% على مجموعهم، فانا من وجهة نظري مش هيتم حسبانهم بشكل كبير. يعني ايه؟ يعني مثلا بدل ما كانت كلية تجارة هتاخد من 80 هتاخد من 85، عشان هيعمل حساب ال5% اللي كل الطلاب خدوها. ودي حاجة معروفة عن وزارة التربية والتعليم من زمان، اي حاجة بتضاف على المجموعة بيقوموا مبوظين التنسيق او معليين على التنسيق زي ما حصل السنة دي مع ثالثه اعدادي بعد الغاء الترم الثاني واعتماد نتيجة التنسيق بتاع الترم الاول. يعني لو ادوك ال5% مش هيبقى ليها لازمة، وانا عارف انا بقول ايه. طيب هتقولي طيب الاحسن بقى انهم ما يدهناش ويخلوا كل واحد بمجهوده وخلاص. في الحقيقه انتوا بتحبوا المجاميع او شكل المجموع يكون كبير مش اكتر يعني، فبالتالي انتوا طمنتكم شويه انها تكون 5%، فده هيساعدكم. بس زي ما قلت لك هي هتكون شكل بس، فده مش هيساعدك بشكل كبير. خلاص كده قلنا ال5% مش هيطبقها، و4% او 3% وايا كان المجموع اللي هيديهولنا. طيب التنسيق بقى هيبقى عامل ازاي؟ كل واحد بمجهوده وكل حد هيخش بمجموعه اللي هو جايبه من غير اضافات. هل التنسيق هيبقى عالي ولا التنسيق هيبقى واطي؟ وايه الكليات اللي ممكن التنسيق فيها يعلى وايه الكليات اللي ممكن التنسيق فيها يقل؟ بص، من واقع خبرتي في التنسيقات ومتابعه التنسيقات يعني على مدار كام سنه، طبعا بحب افكرك يعني ان هيكون ان شاء الله السنه دي متابعين التنسيقات برضو والنتائج وكده، فلو انت عايز تتابع كل ده اشترك وفعل زر الجرس عشان تضمن ان كل جديد يوصلك ان شاء الله. ما علينا يعني. فالتنسيقات بتاعت السنة دي هتتوقف على النتائج والدرجات، ومن اللي انا شايفه او من اللي الطلاب بيقولوه عن الامتحانات، فانا اتوقع ان الدرجات مش تبقى عالية والتنسيقات مش هتبقى عالية، بالعكس دي هتنخفض. وفي بعض الكليات كمان هيكون فيها عجز وعايزين فيها طلاب، فهتنزل دور تاني او مرحلة تانية. يعني مثلا كلية الطب انا اتوقع ان تنسيقها هينزل السنة دي عن كل سنة. ليه هتنزل عن كل سنة؟ لان كلية الطب في احتياج كبير جدا لعدد من الطلاب او عدد من الاطباء الخريجين لسد الاحتياج بعد ظهور ازمة كورونا، او بعد ما ازمة كورونا اثبتت ان الاطباء مهمين ووجودهم مهم والكلام ده كله. فبالتالي انا بتوقع ان كليه الطب من الكليات اللي تنسيقها هيقل او هينزل يعني، واحتمال كمان ينزل مرحله تانية. طيب بالنسبه بقى لباقي الكليات فهتكون في الرينج الطبيعي او في رينج التنسيقات الطبيعي بتاع كل سنه، وده هيعتمد برضو زي ما قلت لكم على درجات وتنسيقات الطلاب او مجاميع اللي الطلاب جايبينها. واحنا عارفين ان الازمه دي خلت كتير من الطلاب ما تذاكرش او ما تعملش اقصى مجهود ليها، فبالتالي التنسيقات هتقل ومجاميع الطلاب هتقل. فان شاء الله هنتابع معاكم الموضوع ده اول باول، ولو تم اعطاء قرار او تم اصدار قرار بان
المجموع هيتضاف عليه 3%، 4%، 5%، ايا كان المجموع اللي هيتضاف عليه، فهننزله لكم اكيد في القناه زي ما انتم متعودين اول باول. الدعم الوحيد ليكم هو لينا قصدي ان انت تدوس زر لايك وتدعمنا، وتكتب في الكومنت اي سؤال او استفسار واحنا نرد عليك، او تكتب اي حاجه كويسه او حاجه ايجابيه انت شايفها. وشكرا لكل الناس اللي بتتفاعل سواء في الكومنتس او على الجروب او على فيسبوك البيج بتاعتنا. وان شاء الله الفيديو الجاي هنحاول نحط شويه من الكومنتات بتاعتكم دي في الفيديو عشان نتاكد او ناكد لك ان احنا بنقراها وبنتابعكم وفاضلين او شاكرين افضال كل واحد بيعلق ويتفاعل مع الفيديوهات. ده كان كل اللي في الفيديو، اتمنى اكون افدتك ووضحت لك المعلومه ونقلت لك كل جديد. عايز اي استفسار او سؤال زي ما قلت لك سيبه لنا في الكومنتس وهنرد عليك ان شاء الله. ما تنساش تشترك عشان تتابع كل جديد، وتفعيل زر الجرس بيضمن لك انك كل حاجه توصل لك في اشعار او في نوتيفيكيشن. اشوفكم في فيديوهات جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.